ايوه يا بابا، ازيك؟ الو، ازيك يا جوري حبيبتي؟ عامله ايه يا بابا؟ هاتي الموبايل ده، بتفتحي ليه من نفسك؟ خدي يا اخوكي واتفضلي خشي جوه اوضتك لحد ما اجيلكوا. اتفضلي. ايوه يا طارق، عاوز ايه؟ ايه الرساله اللي انت بعتها لي دي يا سحر؟ احنا مش المفروض النهارده اليوم اللي بتجيبي فيه الاولاد النادي عشان اشوفهم؟ انا بقالي شهرين ما قابلتهمش. ليه بتحلفي ان مش هشوفهم تاني؟ عشان انت بني ادم مستفز، وبقول لك تاني وحياة امي وابويا يا طارق يا جمال ما هتشوف العيال تاني. روح ارفع دعوة بقى واشتكي براحتك، وبيني وبينك المحاكم مش جديدة عليا وعليك بجملة لا حول ولا المرمطة. قوه الا بالله. طب انا عملت ايه لكل ده؟ عشان ما بعتش فلوس للعيال بقالي شهرين. اقسم بالله الشهر اللي فات كنت راقد في الجبس وما بنزلش من البيت، والمحل اتكوم عليه الايجار، وانا كنت قايل لك ومعرفك كل ده. لا الف سلامة. طب والشهر ده ايه بقى الحجة الجديدة؟ ايدك اتكسرت؟ الشهر ده قلت لك هتأخر بس عليكي أسبوع عشان مستني فلوس، وكنت هحول لك الفلوس على المحفظة زي كل مرة أقسم بالله. ده بالنسبة للشهر ده، أما مصروف الشهر اللي فات فبكل برود تقول لي أعمل لك إيه يعني؟ ما أنا كنت بتجبس. أيوة، أعمل إيه؟ أسرق؟ أنا راجل أرزاقي، اشتغلت بيكون في فلوس، ما اشتغلتش بكون على الله. أنا اللي أعمل إيه؟ وهم أصلا 1200 جنيه اللي بتبعتهم دول بيعملوا إيه؟ هدفع منهم دروس ولا أكسي بيهم العيال ولا أجيب لهم بيهم أكل ولا شرب؟ بنزل أشتغل عشان أساعد في مصاريفهم وبقول معلش، وكل يوم الحياة بتغلى وأنا تعبت خلاص وجبت آخري. بس برضه ده ما يديكيش الحق إنك تمنعيني أشوف العيال. أنت عارفة إن أنا روحي في ولادي إزاي، وبستنى الكام ساعة اللي بشوفهم فيها عشان أجيب لهم اللي نفسهم فيه وأطمن عليهم. عارفة إن أنت روحك في ولادك، وعشان كده لازم أوجعك بيهم عشان أنا قرفت وزهقت أنت جبت الجحود ده كله منين يا سحر؟ منك. أنت السبب في كل ده، أنت اللي خربت البيت ده، فما تجيش تلومني على أي حاجة بعملها. أنت بتطفي نارك اللي قايدة دي فيا ولا في العيال؟ العيال ملهاش ذنب في أي حاجة يا سحر، حتى لو أنا ابن كلب واستاهل، مع إني ما عملتش حاجة حرام. أنا كنت بعمل حلال ربنا وعاوز أتجوز تاني، وجيت خيرتك قبل ما أعمل أي حاجة، وقلت لك يا بنت الناس أنا هتجوز، هتكملي معايا ولا تنفصلي وتاخدي كل حقوقك؟ كان قرارك إن إحنا ننفصل. واديتني كل حقوقي ولا مرمطتني وراك في المحاكم عشان اخد كل قيمتي؟ لا يا سحر، اديتك كل حقوقك وانت عارفه حاجه زي كده. كون بقى اللي انتوا كاتبين عليا 150 جرام دهب في القايمه، لا هم جم ولا حتى ما قدرت ان انا اجيبهم. ما اعتقدش ان ده عدل وانصاف. ما انت جريت على طول على الاسم وما انا سبت لك البيت، ورحت عملت محضر تثبت فيه حالا اني سبت البيت ونزلت من البيت وخدت الذهب معايا. واعمل اكتر من كده كمان. حقك الشرعي وقلت لك هتاخديه، قيمتك كلها خدتيها، وسبت لك الشقه اللي كانت حيلتي عشان تقعدي فيها معززه مكرمه وتربي العيال. لكن ليه اللي افترى؟ 150 جرام دهب دول اجيبهم لكم منين وازاي؟ وانت كنت بترضع في صباعك وانت قاعد مع ابويا وبتمضي على القايمه وشايف فيها الذهب؟ كنت شارع يا سحر، ما كنتش في خيالي ابدا ان احنا نوصل للي وصلنا له. انت اللي وصلتنا لكده. انا كنت قايده لك صوابع ال10 شمع، وفي الاخر تقولي بكل برود انا هتجوز عليكي. كنت عاوزني اقول لك ايه؟ لو النبي خليني معاك استبن عشان مش هقدر اعيش من غيرك. قصرت معاك في ايه؟ انا عاوز افهم. يا ست انت ما قصرتيش في حاجه، انا اللي نفسي وقتها ما كانتش شبعانه، واحنا مع كل عيل بنجيبه اهتمامك بيقل بيا غصب عنك. ولما انت عارف ان هو غصب عني، كان غرضك ايه من جوازك؟ ان انت تذلني عشان مهتمه بالعيال اكتر منك؟ اديني بدوقك من نفس الكاس وبدوس على نقطه ضعفك زي ما دوست على نقطه ضعفي. سحر، انت عارفه نقطه الضعف اللي عمالين نوجع بعض بيها دي ايه هي؟ العيال. عشان خاطري خلينا اشوفهم، وانا هتصرف والله وهبعت لك الفلوس، حاضر، بس بالله عليك العيال ملهاش ذنب. ولا انا ليا ذنب يا ست ولا انت ليكي ذنب. عشان خاطري استوعبي اللي العيال فيه. اديني البنت اكلمها واقول لها ان انا مسافر الاسبوع ده ومش هعرف اشوفهم. بالله عليكي بلاش يحسوا ان احنا عمالين نشد فيهم كده. بالله عليك يا سحر. جوري، يا جوري تعالي كلمي بابا. ايه يا بابا؟ ايه يا قمر يا قلبي يا ست البنات، عامله ايه؟ انا كويسه. الواد معاذ عامل ايه؟ جوه في اوضته بيذاكر. ماشي يا حبيبتي. بص يا جوري، انا مش هعرف اشوفكم النهارده عشان مسافر مع تيتا للدكتور، وباذن الله بكره او بعده بالكتير نتقابل. يا بابا انت كنت قايل لي اللي هجيب لك النهارده علبه الالوان اللي انا قلت لحضرتك عليها. يا حبيبتي والله جبتها لك ومعايا اهي اهي، واول ما اشوفك هديها لك والله. ماشي يا بابا، هتوحشني قوي. انت يا بابا هتوحشيني كتير. بابا انت كويس؟
اه يا حبيبتي كويس. حد يسمع صوت القمر ده ما يكونش كويس؟ اديني ماما حبيبتي. ايوه يا طارق. سحر عشان خاطري خرجي العيال بره مشاكلنا. اللي انت عاوزاه هعملهولك حاضر. وهقولك تاني، لسه الباب موارب. انا مستعد ارجع عشان خاطر العيال، حتى لو هنعيش زي الاخوات في بيت واحد. انا مش هرجع يا طارق، انا ضحيت مره قبل كده ومش مستعده اضحي تاني. على كل حال الباب ده هيفضل موارب، مش عشاني ولا عشانك، عشان خاطر العيال.